أهلا بيك في قناة كادر 5 في 5. النهاردة جايين لك بقائمة مختلفة تماما، 5 أفلام رومانسية، خيال علمي وأكشن، فيها حب وسط الخطر ومشاعر وسط المغامرات. النوع ده من الأفلام بيجمع بين الرومانسية والغموض والخيال اللي يخليك مش قادر تشيل عينك عن الشاشة. تعال نبدأ من المركز الخامس. المركز الخامس Beautiful Creatures، النوع رومانسي فانتازيا دراما، بطولة أليس إنجلرت وألدن إيرنرايخ، إخراج ريتشارد لاجرافينيز. القصة: شاب بسيط في بلدة صغيرة بيقابل بنت غامضة عندها قوى سحرية، وبيكتشف إن عيلتها كلها ساحرات وحبهم عليه لعنة ممكن تقلب حياتهم. رأيي: الفيلم ده مزيج رائع بين الرومانسية والسحر، وجو غامض جدا وموسيقى بتشدك من أول مشهد. The stories you were told about monsters, nightmares. المركز الرابع The Mortal Instruments City of Bones، النوع خيال علمي أكشن رومانسي، بطولة ليلي كولينز وجيمي كامبل باور، إخراج هارالد سفارت. القصة: بنت بتكتشف إنها جزء من عالم خفي فيه صائدي شياطين وكائنات غريبة، وبتدخل صراع بين الحب والخطر والهوية. رأيي: فيلم خيال علمي غامض ومليان أكشن وتشويق، بعالم واسع وسحر متقن جدا، وتحس كل مشهد فيه معمول بعناية. المركز الثالث Warm Bodies، النوع رومانسي دراما خيال علمي، بطولة نيكولاس هولت وتيريسا بالمر، إخراج جوناثان ليفاين. القصة: زومبي بيقع في حب بنت بشرية، ومع الوقت الحب ده بيبدأ يرجع له إنسانيته في قصة عجيبة بين الموت والحياة. رأيي: فكرة مجنونة لكنها مؤثرة جدا، ووراها معنى قوي عن التغيير والحب اللي بيخلق حياة حتى وسط الدمار. المركز الثاني ريد رايدنج هود، النوع رومانسي غموض فانتازيا، بطولة أماندا سيفريد، إخراج كاثرين هاردويك. القصة: في قرية غامضة وسط الغابات، بنت بتعيش قصة حب مليانة أسرار وسط تهديد ذئب قاتل، وكل الناس شاكة في حبيبها. رأيي: الفيلم ده جو مظلم ورومانسي، والتصوير السينمائي فيه يخليك تعيش كل لحظة من الأحداث كأنك جوه القصة. المركز الأول The Host، النوع خيال علمي رومانسي دراما، بطولة سايرسي رونان، إخراج أندرو نيكول. القصة: الأرض اتغذت من كائنات فضائية بتحتل أجسام البشر، لكن بنت واحدة بتحارب جوه عقلها عشان تفضل هي وتحافظ على حبها الحقيقي. رأيي: الفيلم ده بيجمع بين الخيال والدراما والإنسانية في قصة بتحرك المشاعر بجد، ومليان لحظات فيها تضحية وحب حقيقي. وفي النهاية، لو بتحب الأفلام اللي فيها حب وسط الخطر وغموض وسط الخيال، فالقايمة دي لازم تكون عندك. تابعنا في كادر 5 في 5، لأن اللي جاي هيغير طريقة اختيارك للأفلام.